ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن كتاب بينضم لطقس التجميع عندي. في كتب مهما تواجدت إلكترونيا لازم بشتريها ورقيا وخليها دايما موجودة معايا. صعب جدا أعيرها لأي حد أو أفرط فيها. هي حاجة كده عاملة زي تجميع الطوابع أو غطيان الحاجة الساقعة، لازم يبقوا عندي جنب بعض أشوفهم واتبسط، لأن النوع ده من الكتب مرتبط عندي بشعور البهجة. وأنا هنا بتكلم بالتحديد عن كتب الصحفي والكاتب عمر طاهر، صانع البهجة والونس في عالم القراءة والكتابة. وحلقة النهاردة هتكون عن أحدث كتاب صدر ليه عمر طاهر عنده ضيوف، حكايات صديقة للبيئة. عمر طاهر عنده ضيوف هو صدر في معرض الكتاب 2023 عن دار الكرمة. ولازم أقول إن تصميم الغلاف للفنان وليد طاهر هو تصميم بديع بيأكد حالة البهجة اللي جوه الكتاب. وليد طاهر من الناس اللي تعرف أغلفتهم عن بعد، انت مش محتاج تقرب وتقرأ اسمه علشان تعرف إن الغلاف ده بتاعه. رسمه وخطوطه خاصة جدا، محدش بيعملها بالطريقة دي غيره. موهبته أصيلة وعنده البصمة بتاعته اللي مش شبه حد. رسومه على الأغلفة تبدو كرتونية شبه شخصيات الكاريكاتير، لكنها بمنتهى البساطة دايما بتعبر عن أصل الفكرة اللي طالع منها الكتاب. العنوان مع صورة الغلاف متناغمين بطريقة كرياتيف وبسيطة جدا. عارف لما الناس تقف قدام لوحة مرسومة وكأنها كده بتقراها ومتبقاش عارف هما بيقروا ايه أصلا في الرسمة دي؟ أغلفة وليد طاهر تتقري، تتواصل معاك من أول ما عينك تيجي عليها. لكن هذا لم يمنع من إني لاحظت إن الغلاف من الوهلة الأولى شبه أغلفة تانية لكتب عمر طاهر، أغلفة أيضا من تصميم وليد طاهر، زي من علم عبد الناصر شرب السجائر وكتاب المواصلات. شبه بعض من حيث اللون الأبيض، طريقة الرسم. إحساس التشابه اللي جالي في البداية خلاني قبل ما أفتح الكتاب أكون متخوفة من إني ملاقيش جديد، وإنها تبقى مجموعة مقالات مكررة في الروح والحكي، وإني لا قدر الله ملاقيش التأثير وإحساس الونس والبهجة اللي دايما بدور عليه في كتابات عمر طاهر. لكن ولأني كالعادة دايما ببتدي أول كتاب بإني أفتح آخر صفحة فيه، ففتحت آخر صفحة في الكتاب، ولما قريت السطرين اللي فيها ضحكت ونسيت إحساس القلق والتخوف ده تماما، لأني لقيت مكتوب فيها: الأفكار الواردة هنا تعبر عن قناعات الكاتب حتى تاريخ 8 ديسمبر 2022، وهو يخطط لتحسين جودتها في أقرب فرصة. عبارة خلتني أضحك وافتكر إزاي إن عمر طاهر دايما بيعمل لنا مفاجآت غير متوقعة في نهايات الكتب. زي مثلا في أحد كتبه لقيت المقدمة بتاعة الكتاب مكتوبة في آخره، ويحكي فيها إزاي إن هو اتأخر في تسليم المقدمة فعشان كده حطوها في آخر الكتاب. والحقيقة وقتها ما همنيش المقدمة في أول الكتاب ولا في آخره، لأنها كانت سطور جميلة مليانة تفاصيل وتحابيش عن عمر طاهر الكاتب والإنسان. فجمل عمر طاهر ومقالاته اللي في بدايات ونهايات الكتب دايما بيبقى ليها بالنسبة لي تأثير خاص. والجملتين اللي قريتهم في آخر كتاب عمر طاهر عنده ضيوف كان تأثيرهم بالنسبة لي هو إحساسي بأن الكاتب بيتخفف من أي قيود، حتى لو كانت القيود دي هي سطوره وأفكاره. والخفية دي كانت معدية. دخلت على الكتاب بنفس الروح الخالية من القيود أو التوقعات وجبت الكتاب من أوله. عمر طاهر عنده ضيوف. واضح من عنوان الكتاب إن الكاتب هيتكلم عن ناس، لكن مين الناس اللي قرر إن هو يستقبلهم ويضيفهم في كتابه؟ شخصيات كتير، زي مثلا فيروز، إمتى وإزاي سمع لها أول أغنية وإحساسه بغناها وصوتها. الموسيقار عمار الشريعي وتجربته الغير عادية في الموسيقى. وفي الكتاب مقال جميل عن بليغ حمدي، المقال اللي بيقرر عمر طاهر يلعبنا فيه بخياله الممتع، لكن رغم خيالية المقال إلا إنه بيشبع عند القارئ الرغبة الدائمة في الاقتراب أكتر من قصة حب بليغ حمدي ووردة الجزائرية. فبتستمتع بالحالة اللي في المقال وتخليك ماسك في فكرة إن هذا الخيال وثيق الصلة بالحقيقة. الكاتب حكى كمان في الكتاب عن الشاعر عبد الرحيم منصور، وإزاي إن عمر طاهر في صغره كان بيقرأ دواوين شعر بيستعيرها من ناس حواليه. لكن أول ديوان اشتراه بنفسه كان للشاعر عبد الرحيم منصور، اللي قد يكون اسم مش معروف لبعض الناس لكنه صاحب تجربة شعرية مهمة. هو اللي كتب مثلا الأغنية اللي من ألحان بليغ حمدي، وأنا على الربابة بغني. كنت سعيدة إني قريت وعرفت عنه أكتر في الكتاب ده. مش بس الكاتب بيكلمنا عن الشخصيات، لا كمان بيفتح الباب للقارئ على مراحل وذكريات في حياة عمر طاهر أول مرة يستفيد في الكتابة عنها بالشكل ده، زي مثلا كلامه عن وقت الثورة. يمكن يكون كتير منكم عارف، بس الموضوع بالنسبة لي أنا كان جديد. ذكرياته الشخصية مع أيام الثورة كانت مفاجأة،
ما كنتش أعرف إن الكاتب كان قريب من المشهد قوي كده، لأنه زي ما بيحكي بيته في وقت الثورة كان في قلب الحدث، فبالتالي إن كاتب يبقى قريب وجدانيا ومكانيا من حدث مهم زي الثورة فده يخلي فيه حاجات كتير جدا تتحكي بشكل خاص. فالمقال كان ممتع وجديد في تفاصيله في وصف الحدث وذكريات عمر طاهر مع الثورة. لكن يظل أكتر مقال أثر فيا جدا في الكتاب هو مقال بعنوان قصة حب فتاة أحلامي. أصلا العنوان يخليك تفكر لثواني كده وتعطل، مش هتفهم العنوان بجد غير لما تعرف إن المقال هو عن الصحفية والكاتبة المهمة سناء البيسي. ويقول الكاتب: بعد أسبوع من استلام العمل في مجلة نصف الدنيا استقر في يقيني أنني أعمل تحت قيادة فتاة أحلامي. سناء البيسي كانت بمثابة الأستاذ والمعلم الأول لعمر طاهر في مشواره في الصحافة، واتكلم في كتابات أخرى عن تأثير سناء البيسي عليه كإنسان وكصحفي في بداية حياته المهنية، وإزاي إنها علمته كتير وشجعته ولم تفقد الأمل في موهبته أبدا. لكن المرة دي بيقول لنا إزاي إنه كان معجب بكيانها ومهتم يعرف الكيان ده لما هيحب إزاي، يسأل ويتطقص ويتكلم معاها ويحكي لنا ويورينا وجه آخر لسناء البيسي الإنسانة، قصة حبها وزواجها من الفنان والرسام منير كنعان، قصة حب جميلة بين كاتبة وصحفية مجتهدة ورسام موهوب وحالم وطاير في الهوى، قصة غير تقليدية لكن أجمل ما فيها إنها حدثت بالفعل. ومن الحاجات اللي أكرم بيها عمر طاهر القارئ بتاعه في كتابه هو إنه ابتدى الكتاب وأنهاه بمقال إنساني من مقالاته المعروفة بأسلوبها المحبب، البصمة الخاصة بيه واللي بندور عليها دايما في كل كتاب ليه أيا كان موضوعه، حتى لو رواية أو مجموعة قصصية برضو بندور فيها على بصمة عمر طاهر الشخصية. وفي كتاب عمر طاهر عنده ضيوف، المقالين اللي في بداية ونهاية الكتاب كانت بالنسبة لي مقالات عاملة زي الشوكولاتة اللي بنقدمها للضيف في بداية الزيارة والسبع كلمات اللي بيتقالوا على السلم في آخر الزيارة. لكن الضيافة بقى الموجودة في قلب الكتاب كانت هي الشخصيات الجميلة القريبة اللي حكالنا عنها عمر طاهر حاجات وجوانب جديدة ما كناش نعرفها قبل كده. تقولي طيب ما عمر طاهر طول عمره بيتكلم عن شخصيات مهمة سواء في كتب صنايعية مصر أو من علم عبد الناصر شرب السجائر، لكن الشخصيات هنا مكتوب عنها بشكل مختلف، لأن عمر طاهر كان له مواقف إنسانية ومهنية وقصص مع الناس دي فعلا، فزي ما يكون بيفتح دفاتره القديمة في عالم الصحافة ويحكي لك عن الشخصية من خلال موقف ليه معاها، فتشوف الشخص من عين عمر طاهر وتحليله وإحساسه. الإطار اللي بيتكلم من خلاله عن الشخصيات في الكتاب ده مختلف، الصورة مش بس فيها الشخصية، لا ده فيها كمان عمر طاهر واقف جنبها، وده مختلف عن كل الشخصيات اللي حكى عنها عمر طاهر في كتبه السابقة اللي بيغلب عليها روح البحث والتوثيق وعرض فني لأشخاص مهمين ومؤثرين في مصر. ولو هختار مقال مفضل في كتاب عمر طاهر عنده ضيوف بعد مقال سناء البيسي هيكون بالتأكيد مقال عن لقاء عمر طاهر بالكاتب البرازيلي باولو كويلو. في نهاية التسعينات عمر طاهر كان له تجربة مع الترجمة. أنا كنت عارفة المعلومة دي لكن عمري ما عرفت عنها أكتر من عنوانها، فين العمل المترجم وليه عمر طاهر اتجه في التوقيت ده للترجمة، وليه الكتاب مش موجود دلوقتي ومحدش بيتكلم عنه، وهل هو فعلا سافر البرازيل وقابل باولو كويلو بشكل شخصي وأخد منه الموافقة على ترجمة رواية بالقرب من نهر بيدرا جلست وبكيت. كانت الحكاية في الكتاب مفاجأة، الرواية فعلا عمر طاهر ترجمها بعد ما سافر البرازيل وزار الكاتب في بيته واتكلم معاه عن حاجات كتير وأخد موافقته على ترجمة الرواية، واتنشرت فعلا مع دار ميرت ونجحت جدا وخلصت الطبعة الأولى بسرعة. لكن قبل ما يطبعوا الطبعة التانية كانت دار لبنانية كبيرة اشترت حقوق ترجمة أعمال الكاتب باولو كويلو إلى العربية بشكل حصري، ومبقاش ينفع قانونا إن دار ميرت يعملوا طبعة تانية من الترجمة. هل ده كان خبر حزين بالنسبة لعمر طاهر؟ هل كان نجاح مبتور؟ هنا يأتي الجمال، لما تقرأ تحليل عمر طاهر للتجربة دي وإزاي هو شايفها بشكل شخصي إنها تركت بالنسبة له التأثير المطلوب والأهم من التجربة. من خلال تحليله ده بيوصل عمر طاهر لوجدان القارئ ويجيب فيه جون. من أجمل تفاصيل كتاب عمر طاهر عنده ضيوف هو الملحقات الموجودة فيه. قبل كده في كتاب من علم عبد الناصر شرب السجائر شفت تعليقات من بعض القراء على إن بعض الهوامش اللي في الكتاب كانت كبيرة، وإن ده كان بيسبب لخبطة وبيأثر على سلاسة قراءة المقال.
لكن في الكتاب ده عمر طاهر عنده ضيوف عينك مرتاحة أكتر في القراية، مفيش هوامش في ديل الصفحة بالشكل المعتاد، انت بتلاقي جنب كلمة معينة في المقال نجمة صغيرة، وبعد المقال ما يخلص تلاقي ملحق من كذا صفحة بعنوان الكلمة دي، فزي ما تكون حكاية متفرعة من الحكاية الأصلية وبتقراها وكأنك بتقرا مقال جديد لكنه موصول من حيث الموضوع بالمقال اللي قبله. ملحقات ممتعة جدا وفيها تفاصيل بتعشق تأثير الحدوتة وتزود من ارتباطك بيها. طيب هل في نوستالجيا في الكتاب؟ في نوستالجيا طبعا، الكتاب كله نوستالجيا، وكنت بستغرب الحقيقة من بعض الانتقادات اللي بتتوجه لكتابات عمر طاهر بأنه بيعتمد على النوستالجيا في كتاباته، في حين إني كنت بحس إن دي نقطة قوة في كتب عمر طاهر، منطقة محدش عبر زيه عنها ولا أثر فينا من خلالها بالشكل ده. وفضلت أدور على وصف لأهمية النوستالجيا بالنسبة للقارئ لحد ما قريت جملة للكاتب ولاء كمال بتقول: مع مطلع كل قرن ينشغل الباحثون والمؤرخون بالتأريخ للقرن الذي سبقه، وعادة ما تلقى هذه المهمة على عاتق الجيل الذي عاصر نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الجديد، وهو ما يفسر حمى النوستالجيا التي اجتاحتنا مؤخرا. عمر طاهر هو حارس على الزمن، حارس على توازن جوه الإنسان اللي بيحتاج دايما يفتكر الأصل والبداية واللي فات من عمره عشان يقدر يعيش ويثبت في الحاضر. ولو بدأنا حلقة النهاردة بآخر سطور في كتاب عمر طاهر عنده ضيوف، فأنا حابة أنهيها بأول سطر في الكتاب اللي هو العنوان عمر طاهر عنده ضيوف عبارة فسرها الكاتب بأن الضيوف دول هم أفكاره، وأن الكاتب عموما هو شخص عنده ضيوف في مخه طول الوقت، كائن هش رزقه في هشاشته. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقة النهاردة من كتب مبهجة وكتاب عمر طاهر عنده ضيوف، والحلقة الجاية لسه هنكمل كلامنا عن البهجة لكن مع كتاب جديد. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كانت معاكم ياسمين غبارة في سكة قراية بلس.